لو فاكر انك شفت كل افلام السنه دي يبقى غلطان. افلام النص التاني من سنه 2026 هتفجر السينمات. النهارده انا جبت لك الجزء الاول من اضخم 10 افلام نازلين في 2026. انا مصطفى روبي ودي قناه رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدا. رقم 10 In the Hand of Dante. You're leaving a trail of blood. This is probably going to start a war. This thing is ours, and it is clean. Remember what I always told you. God's everywhere. I am amused by his game, and like the pussycat, quite curious. فيلم غموض وجريمة من العيار التقيل. القصة بتدور حوالين مخطوطة أصلية ونادرة جدا لكتاب الكوميديا الإلهية لدانتي. المخطوطة دي بتقع في إيد شبكة تهريب وعصابات خطيرة، وبتتحول لأثمن كنز أدبي في العالم الكل بيجري وراه. الفيلم بيدخلك في عالم مظلم مليان بالهوس والجريمة والغموض، وبيجمع أكتر من شخصية قصصهم بتتشابك مع بعضها في رحلة للبحث عن القوة والانتقام. رقم 9 Onslaught. I like it here. It's safe. Second time that Black Hawk has gone over us today. They're up to something in the desert north of here. Kind of secret base or some shit. Would you mind telling me what I'm up against tonight? Do you have any practical advice or engagement? Use your best judgment, then. Cover our tracks. Don't be afraid. We're your government. Where are you going? Go to your room. Get under the bed. Mama needs to get her guns. الفيلم بيتكلم عن ست كانت مجندة سابقة في الجيش، عايشة في أمان الله مع عائلتها، وفجأة بتلاقي بيتها محاصر من جماعة مسلحة وقوات شريرة عايزة تصفي عائلتها بالكامل. الست دي بتتحول لجون ويك النسائي، وبتستخدم كل مهاراتها القتالية القديمة عشان تحمي أولادها وتعمل مجزرة للغزاة. رقم 8 Little Brother. What? Just that he's not my actual brother. Good morning. But the timing on this could be worse. I start shooting tomorrow. What happened to the guy I married who said the only thing that matters is family? Almost burned the entire house down. Can you imagine? I just want my husband back. You might want to think about eating that ass. القصة بتدور حوالين سمسار عقارات ناجح جدا، حياته منتظمة بالمسطرة وكل حاجة فيها مثالية. فجأة حياته بتتقلب لما اخوه الصغير والمشاغب وغريب الأطوار بيرجع يظهر في حياته بعد سنين من الاختفاء، ومع رجوعه بتبدأ تطلع أسرار قديمة للعيلة كانت مدفونة. رقم 7 هوب. القصة بتبدأ في بلد ساحلية معزولة وهادية جدا، لحد ما السكان بيكتشفوا حاجة غريبة ومرعبة مدفونة قريبة من المينا. من أول اللحظة دي البلد كلها بتتحول لساحة معركة، البقاء فيها تهديد مجهول ملوش أي تفسير علمي، وكل ما الليل يليل كل ما الكائن ده بيكبر وبيبقى متوحش. رقم 6 Citizen Vigilante. Directly from me. I'm here to help you take that control back. Do you want justice? Yes. Let's get some fresh blood. He's a real hero. We need more guys like this. He's playing with us. مواطن عادي جدا ومسالم، بيزهق من كتر الفساد والجريمة اللي في منطقته، والشرطة مش عارفة تعمل حاجة، فبيقرر ياخد حقه وحق الناس بإيده. بيبدأ ينزل الشوارع بالليل ويصفي المجرمين، والموضوع بيتحول لترند على السوشيال ميديا، والناس بتعتبره بطل شعبي، بس في نفس الوقت بيتحول للمطلوب رقم 1 للأجهزة الأمنية ولرؤساء العصابات. رقم 5 Signal 1. He promised me we were. I should be doing this work on my own, in my basement. I'm not the kind of scientist who hunts for aliens. Well, that's what we're about to do. We don't know if they're peaceful or hostile.
القصة بتتكلم عن عالم كمبيوتر عبقري بيتم تعيينه من ملياردير تكنولوجي غامض عشان يشتغل على مشروع سري في معمل معزول، وهو شغال بيكتشف إشارة غريبة جاية من الفضاء، والإشارة دي وراها حقيقة مرعبة هتغير مفهوم البشرية عن الكون كله، وممكن تتسبب في كارثة وفوضى عالمية لو خرجت للعلن. رقم 4 Her Private Hill. That is like you. Say it with me. I am unique consciousness. She's like us, but she's not one of us. And I am made of stardust. الفيلم بيدخلنا جوه دماغ شابة بتعاني من اضطرابات نفسية وبتحاول بكل قوتها انها تهرب من عالم مظلم وخطير بدأ يبلع حياتها بالكامل. الفيلم مليان هلوسة وشك وخوف وبيخليك طول الوقت مش عارف اللي بيحصل ده حقيقة ولا جوه خيالها المريض. رقم 3 الجزء الثاني من الفيلم الإثارة وحبس الأنفاس الشهير فول ديد بوينت. بعد الكارثة اللي حصلت في الجزء الأول بنشوف البطلة جاكس وهي بتقرر تدخل مغامرة تسلق جديدة ومرعبة في جبال تايلاند عشان تتخطى خوفها، لكن كالعادة بيحصل انهيار صخري وبتلاقي نفسها هي والفريق بتاعها متعلقين على ارتفاع آلاف الأمتار في الهواء، وكل ده وسط عاصفة ومفيش أي وسيلة إنقاذ. لو عندك فوبيا من المرتفعات الفيلم ده هيخلي ركبك تسيب وانت قاعد مكانك. رقم 2 Disclosure Day. To the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you. What am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing? We need to stop him any way we can. فيلم إثارة سياسي وخيال علمي بيتكلم عن مجموعة من الناس العاديين اللي بالصدفة بيكتشفوا وثائق وأسرار حكومية متدارية على البشرية بقالها أكتر من 90 سنة. الأسرار دي بتخص كائنات تانية وتكنولوجيا محرمة وحياتهم بتتحول لجحيم، وبيبقوا مطاردين من أجهزة المخابرات اللي عايزة تدفن السر ده بأي تمن. رقم 1 The Odyssey. A son. And then what? Help me go home. What would he do if he came back here and find all these suitors in his house? وبيحكي عن الملك الأسطوري أوديسوس ورحلته المرعبة المليانة بالمخاطر وهو راجع لبلده إيساكا وعيلته بعد نهاية حرب طروادة. رحلة هتقعده سنين في البحر بيواجه فيها وحوش أسطورية وغضب آلهة واختبارات مستحيلة عشان يرجع لمراته وابنه. الفيلم بإنتاج ضخم جدا ومؤثرات بصرية هتطير عقلك. ودي كانت نهاية الفيديو للجزء الأول من أكتر الأفلام المنتظرة في 2026. اكتبوا لي في الكومنتات إيه أكتر فيلم مستنينه من دول، واعمل لايك للفيديو لو عجبك واشترك في القناة عشان يجيلك إشعار بالجزء الثاني من الفيديو أول ما ينزل. أشوفكوا على خير.